اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة عندنا طاجن فريك باللحمة، ودي المقادير. اول حاجة عندنا الفريك، هنسيبه منقوع شوية في المية حوالي ساعة لساعة ونص، ونكون منضفينه كويس. وبعدين هنسيبه يتصفى لغاية ما ينشف. وبعدين عندنا زبدة وزيت او سمنة على النار، هنحمر فيهم اللحمة بتاعتنا لغاية ما تقفل كل المسام بتاعتها. وبعدين نشوحها على النار لغاية ما تاخد معانا لون وتتحمر. ودلوقتي عندنا التوابل بتاعتنا: بابريكا وبهارات شاورما وبهارات عادية. والبابريكا والشاورما بهارات الشاورما على حسب الرغبة، وفلفل وزعتر وجنزبيل. اول حاجة بعد ما حمرنا اللحمة او يعني قربت تتحمر، هننزل بالبهارات بتاعتنا ونحمرها شوية، وده بيدي نكهة وريحة حلوة للبهارات عامة او اي توابل عامة. ونقلبها ونحمرها شوية لغاية ما تاخد لون. وبعد كده بعد ما تتحمر هنبتدي في تقطيعها. والتقطيع هنا اختياري على حسب الرغبة، في ناس تحب اللحمة قطع كبيرة أو صغيرة، كل واحد على حسب الرغبة. وبعدين مقطعين بصلة كبيرة على النار، هنشوحها كويس مع زبدة أو سمنة، أي حاجة على حسب الرغبة. وبعدين هنبتدي نرجع اللحمة تاني اللي احنا قطعناها ونشوحها على النار. هنضيف حوالي كوبايتين ونص مية ونقلب كويس. وهنضيف حوالي مكعب مرق ماجي أو أي نوع ونقلبهم. وبعدين حوالي عندنا 2 طماطم صغيرين مضروبين في الخلاط مع ربع كوباية مية، هنضيفهم على اللحمة بتاعتنا ونسيبها لغاية ما تتسبك. ولما تيجي تتسبك في المرحلة دي هنضيف حوالي معلقة ملح ونقلبهم. وأول ما يبتدي يغلي هنمسك الطاجن بتاعنا. أهم خطوة فيها إن احنا نسخنه قبل ما ندخله الفرن. هنسخن الطاجن كويس قوي، وبعدين هنحط فيه الفريك واللحمة بتاعتنا، وهنحط عليهم حلقات طماطم، وممكن نحط زبدة على الوش عشان الوش بتاعه ما ينشفش. ونرجعه تاني على النار على البوتاجاز عادي لمدة 10 دقايق ربع ساعة لغاية ما يبتدي يغلي معانا. وأول ما يبتدي يغلي هنغطيه بورق فويل، وبعدين هندخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. وهنشيل منه الفويل ونحطه تحت الشواية من 5 ل10 دقايق على حسب الدرجة اللي احنا عايزينها. وده في النهاية شكله، واتمنى حضراتكم تجربوه، واتمنى يكون عجبكم. بتمنى الفيديو كان عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة. وممكن تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة أمام حضراتكم، وانتظروا المزيد من الأكلات الجميلة على مطبخ السعادة.